فوز محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب. زي ما احنا شفنا التصويت أنصف اللاعب أخيرا. طبعا كل ده بمجهودات جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في أي استفتاء بتلاقيه متواجد. وطبعا شفنا استفتاءات كتير. جمهور الأهلي فعلا بيوصل صورة وملحمة جماهيرية، وهو ده جمهور النادي الأهلي. أهلا بكم في قناة وليد حلمي الأهلاوي. يا ريت اللي ما شاركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي يشترك ويفعل زر الجرس. وجمعه مباركه للجميع. النهارده ان شاء الله مباراه منتخبنا مع منتخب بلجيكا. طبعا المباراه هتبقى جامده جدا. منتخب بلجيكا منتخب مصنف، منتخب مصر للاسف من اسوأ الى اسوأ بسبب الادارات المتلاحقه التي تعمل على افشال. طبعا فشل منتخبنا بسبب الادارات المتلاحقه. طبعا شفنا ادارات كتير منها طبعا جمال علام وفشله الاداري، زائد طبعا المصالح دخلت. وطالما المصالح دخلت تعرف ان منتخبنا ضاع ومنتخبنا لسه هيضيع. كل ده بسبب حاجات داخله في الرياضه كلنا شفناها في الاونه الاخرانيه. طبعا لغه الحوار ما بقتش موجوده، ودلوقتي اللغه السائده هي لغه مرتضى منصور. كل ما هو موجود في الرياضه المصريه اصبح متزملك. واحنا عارفين نادي الزمالك اسلوبه عامل ازاي مع رئيسه وبعض اللاعبين ان هم كانوا في اجيال محمد بركات ومحمد ابو تريكه. وطبعا اللعيبه دي كتير جدا والنادي الاهلي كان بيديها فوق دماغها زي ما بيقولوا، فابتدوا ان هم يشموا نفسهم وبيغلطوا دلوقتي في النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. طبعا ما انت الرئيس بتاعك مين؟ رئيسك هو المستشار مرتضى منصور اللي بقاله فتره رحمنا من الظهور. طبعا احنا عارفين ليه وايه الاسباب. بعد تطاوله على كل الناس وتطاوله على ناس كتير في مصر وإدارة النادي الأهلي والخطيب وممدوح عباس ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. فطبعا الراجل خلاص اتزنق. بس أنا عايز أقول لكم كل ده هيطلع فنكوش في الآخر، لأن الراجل ده ذكي جدا. مش هيطلع ويخبط في الناس دي كلها إلا لما يكون واخد الضوء الأخضر، والراجل ده محمي وإحنا عارفين. فكل ده مجرد وقت وهيرجع علينا تاني صليط اللسان وهيطلع بألفاظ أسوأ وأسوأ. هتخش بيوتنا وولادنا هيتربوا عليها. للأسف هم عايزين كده والقائمين على الرياضة عايزين كده. كرم جابر عايز كده. فين الناس بتوع الإعلام؟ فين الناس الكويسين؟ طبعا كل ده مبقاش موجود في ظل سياسة خاطئة أدت وبالتالي هتأدي إلى ضعف المنتخب أكتر وأكتر. واستنوا نتيجة مذلة في ماتش النهاردة. أنا عن نفسي واحد أهلاوي بطلت أشجع المنتخب من ساعة ما نادي الزمالك بأبنائه الفشلة ابتدوا ان هم يسيطروا على المنتخب، وبالتالي بقى في مشاكل حتى بين اللاعبين في النادي الاهلي ونادي الزمالك في المنتخب. وطبعا احنا عارفين الاسباب، لكن الرياضه المصريه هتدفع ثمن كل دوت وكل المغالطات وكل الاساءات. كل حاجه بتيجي على حساب منتخبنا القومي. هنشوف مقطع كده بسيط من لاعب فاشل كان بيلعب في نادي الزمالك والنادي الاهلي دايما مديله على دماغه. طالع يقول ايه ومبرراته ايه في ماتش الاهلي والزمالك وقصه شيكابالا، وان هو بيشاور على الجزمه لجماهير النادي الاهلي. ودي طبعا مش اول مره. نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم. جه اليوم اللي اشوف فيه النادي الاهلي بيفرح فرحه هستيريه عشان كسب نادي الزمالك العظيم. جه اليوم في البطوله الوهميه اللي يفرحوا الفرحه دي باخطاء مننا احنا، مش هم كويسين، لا اخطاء مننا والاخطاء وارده في كره القدم. يعني انا مش فاهم موضوع شيكابالا ده ايه يا جماعه بجد، اقسم بالله. الناس دي مكانها السجن. دي ناس قلات الادب مكانهم السجن. دول اللي قتلوا اصحابهم في بورسعيد وجريوا ويجوا يعزوا بقى ايه والله البقاء لله، ويجي يعزوا في عزاهم وهم اللي قتلوهم وجريوا وهم مش خسرانين حاجه. اهاليهم الناس اللي توفت دي اهاليهم هم لغايه دلوقتي متحسرين. هم بيروح لهم كل سنه والله ويتمسكنوا ويعيطوا وبالليل على القهوه بيشيشوا.
الجماهير دي اللي في مدرجات الماتش اللي فات دي، والكاميرات دلوقتي بقى خلاص بقى التكنولوجيا عاليه، مكانهم السجن والله العظيم. احنا ساكتين عليهم ليه؟ دول عاملين لنا كارثه ثانيه والبلد مش ناقصه. دول مكانهم السجن. تحيه وتقدير كبير جدا 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 لجماهير نادي الزمالك العظيمه بجد. جزمتكم على راسي، مش جزمه شيكابالا، جزمه شيكابالا عند حد على حد تاني. وهروح ان شاء الله لما يرجعوا من السفر اخد جزمه شيكابالا كده اتصور بيها يتحط في المتحف في اليوم ده. الواد رد عليهم فعلا، ده مقامهم والله مقامهم. الناس اللي بتغلط وبتشتم ولاد الادب دول جمهور الزمالك العظيم. عندك فريق جامد وعندك رئيس نادي جامد وعندك مدير فني عالمي، ودي بطوله وهميه، ماتش وعدى وخلاص. دوري والكاس وبطوله افريقيا للزمالك، ولو النادي المنافس خد بطوله برضه هحلق شعري، لو خد دوري او بطوله افريقيه وربنا احلى اقرع. انسى الكلام ده يا نجم. اشوفكم على خير. ده لاعب نادي الزمالك أسامة حسن اللي عمرنا ما سمعنا عنه ولا نعرف اسمه. اقسم بالله انا قعدت اعمل بحث عشان اجيب اسمه. ده نكره زي ما احنا عارفين، وطبعا ده اسلوبكم اسلوب الدنيء. انت طبعا بتحب الغلط وادارتك بتشجعك على الغلط، لان ادارتك كلها غلط في غلط. فبالتالي انت لاعب مالكش اي وجود ولا حد يعرفك، فبالتالي طالع تحفل على نادي الاهلي وجماهير نادي الاهلي وتتهكم وتقول على مسبحه بورسعيد. طبعا ما ينفعش الكلام ده. المفروض الراجل ده يتعاقب، والراجل ده المفروض يبقى في بلاغ رسمي ضده، لان انت كده بتصير فتن وبتصير مشاكل كتير قوي بين الجمهورين، لان امثالك هم السبب في هذا التعصب، وامثال خالد الغندور وقناه نادي الزمالك وجميع هزاز الرؤوس اللي بيطلعوا على قناه نادي الزمالك. طبعا شفناهم وعارفينهم بالاسم، لكن قصه نادي الزمالك وقناته لما تنتهي خالص انا بقول لكم انتوا مش هتشتغلوا في اي حته، لان انت بلورت نفسك في مكان هو هزاز الرؤوس. فبالتالي ده ولا هو اعلام ولا هو راي، فبالتالي زوبعه وهتخلص، ومكانكم احنا عارفينه هيبقى فين في الاخر. طبعا في قصه تانيه، قصه يافطه نادي الاهلي مع الرعاه. وطبعا شفنا اليافطه اللي كانت في محافظه بورسعيد، محافظه اسماعيليه اسف، وطبعا نزلوا اليافطه بطريقه ان دلت تدل على اللي انت فاشل في كل حاجه. انت المفروض كنت تنزل درجه تانية من سنتين، ولكن طبعا برضه باحتواء الحكام انت لسه معانا في الدوري. انت فاشل وجمهورك فاشل، وجمهور نادي الاسماعيلي اللي بيكره الاهلي كره العمى. وكان المفروض يبقى في وقفه لما وقفوا الاتوبيس بتاع جماهير النادي الاهلي واعتدوا عليه، كان المفروض يبقى في بيان كبير يطلع على احدث مستوى ويوقف الناس دي على حدها. الناس دي ضئيله جدا قدام النادي الاهلي. الناس دي كلها اجتمعوا في كره النادي الاهلي، لان انت مش عارف توصل لشعبيه النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي اللي هي مؤثره. فبالتالي العين ما بتكرهش الا اللي احسن منها. ونادي الاهلي ده كبير جدا يا جماعه، اكبر نادي عربي، اكبر نادي في مصر، اكبر نادي في افريقيا، نادي القرن. وطبعا احنا عارفين قصه يافطه نادي القرن، ومستنيين الغرامه اللي هتوقع على نادي الزمالك. وان شاء الله تبقى هي دي اخر ضربه لمرتضى منصور، ونعرفه يعني ايه اداره محمود الخطيب، الاداره الرشيده، ويعني ايه الجمهور الواعي، الجمهور النضيف اللي ما بيغلطش في اي حد. جمهور النادي الاهلي كبير، اما جمهور الفرق الثانيه اللي احنا عارفينها للاسف كرههم بيؤدي الى كوارث. وطبعا شفنا خالد الغندور لما النادي الاهلي كان بيروح يلعب في تونس او في المغرب او في السودان، وانت بتحاول تصدر له المشاكل عشان يعتدوا على النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. فطبعا النادي الاهلي كبير وانت هتفضل طول عمرك ضئيل. انا مش هطول عليكم اكتر من كده. طبعا انا بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات، كنت تعبان شويه، ولكن ان شاء الله استنوا دائما الجديد مع قناه وليد حلمي الاهلاوي. يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي يشترك ويفعل زر الجرس، دائما يصلك الجديد. وجمعه مباركه، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.